المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم في الحلقة 93 من الكرة مع العمدة، والحلقة 25 من حلقات الموسم الرياضي 2022-2023 اللي رابطة الأندية حذرت منه قبل بدايته من اعتراض على الحكام، وقالت إن هيكون في قرارات صارمة تجاه أي حد يعترض على الحكام وقرارات الحكام. وطبعا رابطة الأندية لما أعلنت ده المفروض إنها كانت بتتكلم بشكل عام، يعني ما قالتش مثلا ما عدا الأهلي أو ما عدا الزمالك أو ما عدا كابتن فلان. الكلام المفروض انه موجه لجميع الانديه، يبقى المفروض انه يتطبق على جميع الانديه. كلنا طبعا شفنا وتابعنا مباراه الاهلي والمصري في الجوله 13 من منافسات الدوري العام، واللي انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف. وشفنا اللي حصل بعد المباراه من جانب لاعبي النادي الاهلي وجهازهم الفني اللي اعترضوا بشكل غير لائق على حكم المباراه، اللي ربنا يستر عليه ونتمنى نشوفه بيحكم مباريات اخرى. وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بالتنسيق مع رابطة الأندية عن عقوبات الجولة 13، واللي لا تتناسب أبدا مع التجاوزات اللي حصلت تجاه حكم المباراة واللي شفناها كلنا عبر الشاشات. العقوبات يا سيدي 20,000 جنيه على النادي الأهلي عشان اعترض على الحكم. أنا عارف إن اللائحة بتنص على كده، لكن المفروض إن اعتراض عن اعتراض يفرق. يعني لما اعترض وأنا حاطط إيدي ورا ظهري غير لما اعترض وأنا بشوح للحكم وشويه شويه هلسعه بالقلم على وشه. لما اعترض بهدوء وادب غير لما اعترض وانا صوتي عالي وبشتم وبلعن وبسب. طب سيبك من النادي الاهلي وتعالى نتكلم من زاويه تانية. لو كان الكابتن حسام حسن او الكابتن ابراهيم حسن او الكابتن سعفان الصغير هم اللي راحوا اعترضوا على الحكام بعد المباراه، كانت العقوبه برضه هتكون 20,000 جنيه بس؟ طبعا لا. اقل حاجه الكابتن حسام كان هيتوقف له 4 مباريات مع غرامه ماليه حلوه. ده غير طبعا ان كل المواقع والبرامج كانت هتطالب بتوقيع عقوبات قاسيه عليه بحجه الحفاظ على كرامه الحكام، والناس كانت هتطالب انه ما يمرنش تاني. ده غير الصفحات الجماهيريه للنادي الاهلي اللي كانت هتقول عليه بلطجي، والناس كانت هتستغل الفرصه وتقول لك انه لا يصلح لتدريب منتخب مصر، والدنيا كلها كانت هتقوم عليه. فين العدل يا جماعه؟ الحكايه مش حكايه سيد عبد الحفيظ او النادي الاهلي، الحكايه ان الموسم الكروي في مصر طويل جدا، وبالتالي هتلاقي مواقف كتير جدا متشابهه. يبقى لازم القرار يكون واحد، ما ينفعش في موقف ما مع نادي س تاخد قرار ونفس الموقف مع نادي ص تاخد قرار تاني خالص. العقوبه الضعيفه دي هتخلي الانديه تتجرأ اكتر على الحكام، وبالتالي الحكام ربنا يكون في عونهم، هيكون عليهم ضغط نفسي كبير، والضغط ده ممكن يخليهم يغلطوا اكتر. وبمناسبه اخطاء الحكام، انا سمعت ان اتحاد الكره ورابطه الانديه هيجتمعوا غدا الاثنين 16 يناير مع لجنة الحكام قال ايه عشان مناقشة اوضاع التحكيم وسبل تطويره. على العموم نتمنى ان ده يكون الهدف الحقيقي للاجتماع، ما يكونش هدفه بحث سبل مساعدة النادي الاهلي على الفوز بالدوري. اعزائي المشاهدين والمتابعين، الى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع العمدة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. دمتم في رعاية الله.